Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. واضح الكلمة. بارك الله بكم يا عمار. الرتل الآلي راح يباشر أول 4 عجلات، خلينا تباشر بعد، خلينا تباشر بعد أول 4 عجلات. Copy that, Disciple 6. We confirm that the targets are moving through a restricted zone. Stand by for clearance. Brothers 2, Disciple 1 here. I'll copy, over. سيدي تم تحرير المنطقة بالكامل. واضح قيمة. انتوا ليش تخالفون اوامر خليفة المسلمين بعدم رفع الصلبان داخل الدولة الاسلامية؟ ها؟ وبعدين شنو هيصير؟ هيكون حرام. وقفوا جبيكم، خليني اقول لك فد شيء. قول شندك. رسولكم من دخل مكة هو امر بتحطيم الاصنام وكل الصور اللي كانت موجودة في مكة، ولكن ايش سوى؟ خلى ايدتين اثنين على صورتين ايقونتين، وقال كل شيء تدمرون ما عدا هالصورتين، واحدة كانت ليسوع المسيح والثانية كانت لمريم العذراء. لك انت تعلمني بديني يا نصراني؟ حراس! حطموا الاصنام وامحوا الصور! السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا الفأل؟ يبدو أن مشكلة الكهرباء لا تحل. أفكر فيها منذ فترة. كيف تفكر؟ ماذا لو اشترينا مولدات كهربائية وبعنا الكهرباء للأهالي بشرطين؟ الأول أن تكون حكر علينا، والثاني تفجير بعض الأبراج الناقلة للكهرباء من محطة السد بسرية، وهذه
مسؤوليتك يا عمر. أبشر مولاي الأمير. معقول؟ شلون قدر أبو بكر البغدادي يدخل الموصل ويلقي خطبة الجمعة في المسجد قدام الناس؟ شلون؟ فعلا شفت الموكب مالته؟ موكب يشبه موكب رؤساء الدول. وهذا هو السؤال المذهل، كيف ما اعترضته قوات التحالف؟ موكب مثل موكب رؤساء الدول ما قدروا يرصدونه بالأقمار الصناعية؟ ما رصدته قوات التحالف بطيرانهم؟ ليش ما ضربوه؟ اللعبة مبينة، لعبة كبيرة جدا وقذرة. الحمد لله أن الأمر قد استتب لنا، وصارت الموصل وما حولها بين أيدينا وتحت قبضتنا يا أبا خالد. سوف أصدر قراراً بضبط الحدود، فلا دخول ولا خروج من الموصل بداية من الغد إلا بأمر كتابي وتصريح منا. هذا أمر جيد وفيه ضبط للأمن. ومتى نطبقها على العامة كما كنا نطبقها في الرقة؟ سوف أصدر بياناً يتعلق بهذا الأمر وسوف يتم إعلانه في الحال. حرف النون؟ ما فاهمة معنى حرف نون. حرف نون يعني نصراني، وما يأشرون البيت حتى يعرفون انه سكانه نصارى. بلغني بهذه القصة أكثر من صديق. ريم، نعم. امشي جيبي لي فرشات وصبغ بالعجل. ايش تريد تسوي؟ أريد أمسح حرف النون، حتى لو اضطريت أصبغ الحائط كله. احنا نصارى صحيح، أهل كتاب، لكن احنا مو مواطنين درجة ثانية. منذ الساعة وبمشيئة الله قرر مولانا أبو خالد والي الموصل ما يلي: فرض الملابس السوداء على النساء، وتغطية الرأس بالنقاب بما لا يشف ولا يصف، مع ارتداء قفازات اليد، ومنع خروج النساء إلا في وجود محرم، كما منع التدخين، ومن يضبط يعاقب بالجلد وغرامة، ومنع الملابس الغربية. البنطال الطويل يجب تقصيره أسوة بالسلف الصالح، مع وجوب استخراج هوية جديدة من الدولة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أحضر لك العشاء عمي؟ لا، أنا من أطلع من البيت لازم ألبس لبس الدواعش. لا، ما تلبسين. إذا ما ألبسها يعاقبوني. انت بنت القاضي، ما حد يقترب منك. رفضك ما رح يغير شيء من الواقع. ناس هواية قبضوا عليهم واختفوا وما حد يعرف شنو مصيرهم. أنا خايفة هواية من اللي قادم. بابا انت تخبلتي؟ من كل عقلك تريدين تروحين للموصل؟ إن شاء الله أروح وبعد ما أرجع، إن شاء الله أموت. أنا بس أريد أسمع خبر يقولوا لي شيخ ذنون عايش وما بيه شيء. يعني شنو مثلا، مستغنية عن روحك؟ أي راح أجهز لكم أطيب فطور. دكتورة والله ما أشتهي آكل شيء. ما يصير، لازم تاكلين.
وبعدين أنا وسماهر الروفان ما أكلنا شيء من الصبح، قلنا نفطر وياكم. ما يخالف. شيخنا ده كلك تمراية، اشرب ماي، لأن هذا كل الفطور اللي جابوه لنا. بس لو أعرف ليش وقت رح نضل مسجونين هنا، ايش راح يسوون بينا؟ الله أعلم. السلام عليكم. ألف ألف مبروك. الله يبارك بيك، بس أريد أوصيك على المحل والزباين. تدلليني بعيني، بس أنا شايفة الأسعار كلش غالية، إيش عجب؟ ما حد يبيع الملابس الشرعية غيرنا، والناس راح تشتري بالسعر اللي نبيع بيه. إن شاء الله خير. أنت ليش ملابسة كل الزي الشرعي؟ أنت ما تعرفين بالدولة الإسلامية يجب الالتزام بالزي الشرعي؟ هسه جاي أشتري الملابس اللي تقولين عليها، ومن اليوم ورايح ما راح تلبسين غيرها، ولا راح يكون عقاب شديد. أول مرة أحس بهاي المدينة العريقة صار السجن، سجن كبير، وعلى باب السجن قطعة مكتوب عليها ممنوع النظر والكلام. وهذا السجن نحن لازم نكسره. كيف يا الياس كيف؟ بيا سلاح المقاومة. لازم نوقف بوجه المجرمين ونقول لهم نحن ما راح نسمح لهم أن يحكمونا. الياس، أنا اتخذت قرار بترك الموصل، ويا ريت أنت تسوي مثلي. عاصم، أنا ما قادر أصدق اللي أنت ناوي تسويه واللي تطلب مني أعمله. ما نريد نصير مثل اللي يريد يحارب طواحين الهوى، ونصير احنا الضحية بالمرة القادمة. ثوري يا كريستين، تصورين؟ عمك عاصم خلاص قرر انه يترك الموصل. يا ريت احنا نسوي مثله. انا ما اسوي غير الشيء اللي انا مؤمن به. وانت لما سمعتي كلامي ورحت اشتريت النقاب هذا، حكي كريستين ما مطمني. الله ينتقم منهم إن شاء الله، الله لا ينطيهم. زين ستي ايش حتسوين؟ أردفتهم راح يبقى شغلك بالموصل؟ راح تحولين السنجار؟ شنو؟ ما أعرف، بعدني ما فكرت بالموضوع. أريد أقول لك على شيء دكتورة، وقدام خالتي زينب. شكو زهرة؟ أنا قلقانة جدا على أبويا، وكل ما أسأل أمي وخالتي أحسهم ضامين مني شيء. ايش ضامين يعني؟ هويتك. تفضل. ليش ما طلعت هوية من ديوان الأمن العام؟ والله كنت مستعجل كلش. بعدك ما انتظر هوية. انتظر
انتظر لحظة. ضاع عليه هنا؟ انت مو لواء عصم او الشرطة الاتحادية؟ نزله. انزل. لواء عاصم. انزل 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 انزل. امشي. معقولة تضمون علي هيك خبر؟ مو دكتورة، ما ردنا نقول لك ونغثك. وبعدين يعني ما ردنا نكسر فرحتك بزواجك. يا فرحة ضل فرحة. راح أجل الزواج لحد ما نطمن على عم دنون. لا دكتورة، ما تأجلي زواجك، ولا والله العظيم آخذهم واروح غير مكان. شنو هالحكي؟ أنا ما أقبل هالكلام. راح تقعدون هنا. لا ده الخاطرنا. دا أقول لك الخاطرنا. مشي العرس على خير وإن شاء الله نسمع أخبار زينة عن الشيخ. لا تبكي. واجبي حفظ الأمن والقبض على المجرمين. المجرمين اللي هم اخواننا المجاهدين، مو صح؟ يا مجاهدين، دول قتلوا مجرمين باسم الدين. أنا كنت أنفذ الأوامر، ما سويت شيء غلط. زين، وليش ما تركت الموصل مثل كثير من جماعتك الأمنيين؟ لو أنت مهمتك كانت البقاء حتى تتجسس على أمور الدولة الإسلامية. أنا ما أتجسس على أحد، ولا أحد كلفني بهاي المهمة. منو أعوانك بشبكة تجسس علينا؟ أنا ما عندي أعوان ولا عندي شبكة تجسس. يعني مصر على الإنكار؟ أنا قلت لك الحقيقة، تريد تصدق ما تصدق هذا شيء يخصك. إحنا راح نعرف شلون نطلع المعلومات من عندك. خذوه. جالي طلب من الوالي، دا يقول ان الدواعش يريدون يجتمعون بينا. هم شنو اللي رايدين من عندنا؟ مو كافي اللي عملوه بينا لحد الان؟ احنا ما راح نقبل منهم اي طلبات اخرى واوامر جديده. كافي الكنايس اللي دمروها والايقونات والصلبان اللي حطموها. يعني حتى لبسهم فرضوه علينا. ما يصير. كافي. احنا بيننا وبينهم عهد ذمه مثل ما قالوا. حتى الجزيه اللي رادوها احنا دفعناها. انا ما دفعت ولا راح ادفع الجزيه. وانت يا ابونا لازم تبلغهم نحن ما راح نقبل منهم اي اوامر او طلبات جديده. صدقني يا استاذ الياس، ما اعرف شو نسوي. الله يحمينا. مولانا الخليفة أمر بمصادرة كل أموال وأملاك النصارى، وكذلك بيوتهم ومنقولاتهم، كما أمر بطردهم عن الموصل. الله أكبر، الله أكبر. عز الله خليفة المسلمين. هذا خير وفير مبارك لدولة الإسلام، وسنأخذه من النصارى سواء بإرادتهم أو رغما عنه. وش قول على العين؟ سلامات اخويا، سلامات. على كيفك على كيفك. عاوني يا ابو علي. الله ينطيهم. ما تقول لي انت شو مسوي كذا يعذبوك. تعال اخوي تعال يا على كيفك. الله سلامتك اخويا، سلامتك. انا ما راح اترك الموصل. ما حد يقدر يجبرني على ان اترك بلد ابائي واجدادي. يا عيني يا الياس، المسألة ما بها اختيار، افهمني. خلاص خليهم يجوا يقتلوني. بابا أترجاك كافي عناد. بنتي انت اذا تريدين تتركين الموصل انا ما عندي مانع. وأتركك وحدك؟ مستحيل. يا عيني يا الياس، الله يخليك، اسمع كلامنا، افهمنا. عجكاوة، لحد الان ما سمعت شيء عن عاصم؟ ما قال انه راح يترك الموصل؟ انت تعرف الحاج كاوة؟ حاج كاوة صاحبي وصديقي وعشرة عمر. والله ونعم، وافضالك كلش هواية علي. لسه هو والقاضي ياس قالبين الدنيا عليه، ما يعرفون شنو اللي صار بيه. الله كريم،
الله كريم اخويا. انت بتعرف ايش راح يسوون بينا هنا؟ اي قيس اسمعك. اها طيب انت مو رحت قبل للحشد الشعبي وسويت موضوع عنهم؟ المرة هاي أنا رح أبقى وياهم أسبوع أو أسبوعين. شنو؟ تبقى وياهم؟ إيه، أتعايش وياهم وأسوي عنهم موضوع من جوا الحشد نفسه، آكل وأشرب وبات يمهم، وراح أتدرب وياهم. وأنت شنو اللي جابرك على هذا الشيء؟ أنا اقترحت الموضوع على وكالة الأخبار الفرنسية وهم تحمسوا له جدا. شبيك سكتت؟ لا ماكو شيء. ادعي لي بالخير زياد، ادعي لي بالخير. الله معك. نزل. البنات يجن يمي بسرعة، يلا بسرعة. مو عيب عليك تضمين الذهب عن الدولة الإسلامية؟ يلا نتفتش يعبر. سيارات صارت للدولة الإسلامية، صادرت، تفضل. يلا بسرعة عبروا. أهلا وسهلا بكم. يا أهلا وسهلا. صيام مقبول إن شاء الله. تفضلوا تفضلوا بالعافية عليكم. تفضلوا تفضلوا. الله يكثرنا مثالك يا حجكاوة. احنا قلنا ما راح نسوي موائد رمضان هاي السنة على مود اللي صار. لا إن شاء الله موائد الرحمن مستمرة. أنتوا بس ادعوا الله يشيل من عنا هاي الغمة وإن شاء الله الموائد مستمرة. تفضلوا لأن دعوة الصايم مجابة يا أخوان. تفضلوا تفضلوا بالعافية عليكم. تفضلوا تفضلوا. صيام مقبول إن شاء الله. ألف الحمد لله والشكر اللي الله رزقك بهذا الشغل. الحمد لله يمه، الحمد لله. قولي شيماء. شيماء؟ ليش شنو؟ ما عاجبها شغلك؟ يمه الحمد لله وشكري، وليش كل الشباب قاعدين ما لاقين شغل. لا يمه منو قال ما عاجبني شغله؟ بس أنا ردت أشتغل بمكان غير هذا المكان اللي يقول عنه المطعم. يمه تقولي الحمد لله والشكر، ألف الحمد لله والشكر. أقول لك لو ما أخوش مشتغل هاي الظروف شلون كان راح نعيش؟ وبفضل الله ومنة منه تم طرد وتهجير غالبية العائلات النصرانية من الموصل ومصادرة أموالهم وأملاكهم حتى لا يبقى في الدولة الإسلامية غير أهل الإسلام. يا أهلين أخ قيس. هلا أخ رضوان. شنو رأيك بتدريبات الحشد؟ مبشر الحمد لله. أنا شفتك تحاول تتصل، خير أكو شيء؟ أكو قاضي صديقي هو وبنته مقيمين في الموصل، أحاول أتصل بيهم بعد ما سمعت إن داعش هجرت العائلات المسيحية من الموصل. ماكو فايدة، ما يجاوبون. شفتي أمي ايش قد فرحانة؟
أكيد فرحانة المسكينة لأنها ما تعرف بحقيقة شغلك. وانت حضرتك من تطلع ما تروح بهدوم الدواعش، تاخذهن وياك وتلبسهن برا، ومن ترجع تضمهن بكيس وتطب للبيت. زين يجي يوم واقولها عن حقيقة شغلي. زين. انت ليش مستسهل الموضوع؟ انت تعرف ممكن امي اذا عرفت عادي تموت؟ اسم الله عليها، ربنا يحفظها لنا. القاضي إلياس كان صديق اللواء عاصم الذي قبضنا عليه، لكن عاصم لم يعترف بشيء. يجوز أنه خائف على صاحبه. وهما الاثنان أصدقاء الحاج كاوة صاحب الفندق. الآن فهمت. هل عندك شيء آخر تخبرني به؟ إلياس وابنته لا زالا في منزلهم في الموصل ولم يغادروها ولم ينفذوا الأوامر. هذا في صالحنا. ماذا تقصد؟ سيفانا حبيبتي، ليش صافنة؟ ما أدري، ما برتاح، أحس بروحي تعبانة. سلامتك. خاف متضايقة لأن زينب وسعدية وأولادها قاعدين عندنا. لا، شنو هالحكي؟ إحنا بعمرنا ما قفلنا بابنا وجه أحد. بابا دائما يقول لنا هيك. روحي حبيبتي شوفيهم، أخاف يحتاجون شيء. وعفوك هيك ضايجة؟ مو ضايجة، لا يضل بالك شوية وصير زينة. روحي يلا. راح تبقين على هذا الحال يا ست كريستين؟ لا تاكلين ولا تشربين ولا تحكين كلمة. كان تركت الموصل ورحت ويا اللي راحوا، أفضل من هاي القعدة وما نعرف إيش راح يصير. ريم، شوف من البلاد. شنو؟ منو سمح لكم تدخلون بهالطريقة؟ خير، شنو اللي جايبكم؟ وش رايدين من عندنا؟ لماذا لم تترك الموصل مع بقية النصارى وعباد الصليب؟ أنا ما حد يقدر يغصبني على شيء أنا ما مقتنع أسويه، وما حد يقدر يطلعني من بلدي وبيتي. تمام، مثلما طلبت منك البراءة وأنت حكمت بالإعدام. أنا ما أبيع ضميري ولا ديني
سارة، كان من الممكن الآن أعينك قاضي القضاء. وأنا ما محتاج منكم منة ولا منحة. الوالي أبا خالد أمر بإعدام كل القضاة الذين حكموا على مجاهدين بالسجن أو بالإعدام. وأنا ما خايف، وأنت لو تريد تقتلني ما حد يقدر يمنعك، لكن اترك بنتي تطلع من الموصل لأن هي ما إلها أي ذنب. ليس من حقك أن تطلب أي شيء. أنا وحدي من يقرر في أمرك أنت أو ابنتك. ما هذا؟ ألا تعرف أن الموسيقى محرمة؟ والأصنام رجس. اجمعوا لي كل مقتنيات هذا المنزل، لا تتركوا شيئا. ابتعد عن بنتي وطلعوا من بيتي. كلوا. هيا هيا هيا. لا تقلقي. جوالك. سنلتقي قريبا إن شاء الله. لو استغثت بي مرة واحدة لأنقذتك مما أنت فيه. قولها أعفو عنك.